ومكملين معاكم مشاهدينا والحلقة السابعة من الموسم الثامن من مسلسل رعب زومبي ذا ووكينج ديد. لو انت لسه ما شفتش الحلقات السابقة او المواسم السابقة هتلاقيها موجودة تحت هنا في صندوق الوصف، ويلا بينا جري نبدأ حلقتنا. وبنروح لمدينة ألكسندرا وبنلاقي ديرول بدأ يجمع روزيتا وتيرا وميشوي عشان يروحوا يفجروا بوابة مقر نيجين ويسهلوا دخول جيش الزومبي، وبالفعل بيبدأوا يتوجهوا على هناك. ولكن في الطريق بتبدأ روزيتا وميشوي يحسوا بالذنب لأنهم بالشكل ده هيقتلوا أشخاص كتير ملهمش ذنب في أي حاجة، فبيقرروا يتراجعوا. ولكن بيقرر ديرول لأنه هيكمل في طريقه، وبنعرف إنه ديرول عمل كده من غير ما يرجع لريك. وبياخد ديرول عربيته وبيقدر يدخل مقر نيجين، وبيخبط الباب اللي بيفتح لجيش الزومبي في نفس اللحظة اللي ضرب فيها دويت النار على الدرونز، فبيغطي صوت اصطدام الباب على صوت ضرب النار، فما بينكشفش أمر دويت لأن نيته سالكة الحقيقة صراحة. وبنلاقي جيش الزومبي بدأوا يدخلوا المقر وياكلوا كل الجنود الموجودين، فبيطلب نيجين من يوجين إنه يصنع لهم طلقات نار يقدروا يخلصوا بيها على الزومبي الموجودين، وبالفعل بيبدأ يوجين في تصنيعهم. وبنرجع لألكسندرا وبنلاقي إن كارل كان بيتمشى في الغابة، فتعرف بعدها على شخص يدعى صديق، واللي بنعرف إنه كان شغال طبيب وبيحاول قتل الزومبي. فقرر كارل إنه يساعده، ولكنه للأسف اتعرض لعض واحد من الزومبي في بطنه وقرر ما يقولش لحد، وأخذ صديق معاه علشان يضمه لمدينة ألكسندرا. وبنروح لريك اللي بنتفاجئ إنه رايح يتكلم مع جيتس قائدة الجاربش بيبول، وبيطلب منها إنهم ينضموا ليهم مرة تانية وإنهم هيسامحوهم على اللي عملوه. ولكن بترفض جيتس طلبه وبتؤمر بسجنه داخل زنزانة وبتكتب عليها علامة، وبيبدأوا يربطوه ويصوروه، ولكن ما بنكونش فاهمين ايه الغرض من اللي بيعملوه. وبنلاقيها عاوزة تحول ريك لزومبي، فبتروح تحدف عليه واحد من الزومبي، ولكن بيقدر ريك انه يفك نفسه ويروح يقتل الزومبي، وبيهددها انها لو ما ساعدتهمش هيخلص عليها، فبتضطر توافق. وبتوجهوا بعدها على مقر نيجين، وهناك بيبدأ ريك يتواصل مع مورجان وباقي المجموعة من جهاز اللاسلكي، ولكنه ملقاش حد فيهم بيرد عليه. وبيتفاجئ بنيجين ويوجين اللي بدأوا إطلاق النار على الزومبي. وبكده مشاهدينا بتكون انتهت حلقتنا النهاردة، استنونا في حلقة جديدة، سلام. الملخص ده قام كتابته إيناس ناصر، ومنتجه ليكم أمنية أحمد، وسجلته أسماء مهران.